ليه بقينا مش بنحس بالوقت والأيام بتجري مننا ليه؟ في الحقيقة يا شباب إحنا مش بنكبر، إحنا بس بطلنا نركز في يومنا، وعشان كده السنة بقت بتعدي كأنها أسبوع واحد. في الحقيقة يا شباب الحكاية دي ليها سر بسيط جوه دماغنا، وعلماء النفس شرحوها بشوية حاجات بنعيشها كل يوم. تعال نفك الشفرة دي مع بعض وأقولك على 3 حاجات ليه الأيام بتهرب مننا كده. أول سبب، مخزن الذكريات. تخيل معايا كده، مخك ده عامل زي مخزن كبير وانت عامل زي العيل الصغير، فكنت بتملى المخزن ده بضاعة كتير جدا وهي الذكريات. فتيجي آخر السنة تحس إنها كانت تقيلة ومليانة أحداث ومعلومات كتيرة جدا، لكن وانت كبير بقيت تعمل كل حاجة زي الآلة، بتصحى تروح الشغل ترجع تاكل وتنام. المخ هنا بيزهق وما بيسجلش الروتين ده، فتيجي آخر السنة تفتح المخزن تلاقيه فاضي، فتحس إن السنة طارت في الهواء لأن مفيش فيها علامات مميزة. 2، خدعة الموبايل. عارف لما تيجي تمسك الموبايل بإيدك وتفضل تقلب في فيديوهات كتير، انت بتبقى فاكر إنك قعدت 5 دقايق، بتبص في الساعة تلاقيها بقت ساعة. الموبايل بيخلي مخك يفرز مادة بتخليك مخدر، بتفصلك عن الدنيا اللي حواليك. انت مش بتعيش الساعة دي، انت بتضيعها وانت باصص في شاشة، فبتحس إن العمر بيجري وانت واقف في مكانك. 3، قانون التعود. لما بتمشي في طريق لأول مرة بتحس إن هو طويل جدا، لكن لما بتمشي فيه كل يوم بتحس إنك وصلت في ثانية. حياتنا بقت كده، بقينا ماشيين في طريق محفوظ، فما بقيناش بنحس بالمسافة ولا بالوقت اللي بيعدي في النص. نصايح مهمة جدا عشان الأيام ما تتسرقش منك وتعيش كل لحظة. جرب ال3 حاجات دول. أول حاجة، اكسر الملل بأي حاجة جديدة، مش لازم تعمل حاجة غالية. يعني مثلا حاول تغير طريقك وانت جاي من الشغل، او جرب اكلة جديدة، او حتى اقعد في مكان مختلف في البيت. الحاجة الجديدة بتخلي مخك يصحى ويسجل كل ذكرى جديدة اول باول، فاليوم يطول معاك وتحس بجماله. الحاجة التانية، اركن الموبايل شوية، خصص وقتك في يومك ولو نص ساعة تقعد فيها مع اهلك او مع نفسك من غير شاشات، زي مثلا انك تشوف الناس، تسمع صوت العصافير، تحس بالطبيعة شوية وتبعد عن التكنولوجيا بقدر الامكان. وانا بقولك هنا بلاش تبعد عن التكنولوجيا، بس اركنها شوية. اللحظات الطبيعة دي هي اللي بتخليك تحس انك عايش بجد، مش مجرد ان انت موجود وخلاص. 3، افتكر عملت ايه في يومك. قبل ما تنام فكر نفسك ب3 حاجات حلوة حصلت النهاردة. الحركة البسيطة دي بتخلي مخك يقتنع ان اليوم كان فيه احداثيات وان يومك ما راحش على الفاضي، فبالتالي هتحس بطعم اليوم، وده هيديلك اشارات مهمة جدا لليوم اللي بعده، فبتحس براحة وان يومك كان ليه لازمة. وفي النهاية يا شباب الوقت مش هو اللي بيجري، احنا اللي بقينا بنبص حوالينا. عيش اللحظة بجد وهتلاقي اليوم فيه بركة. قولي بقى، ايه اكتر حاجة بتضيع وقتك في اليوم وانت مش حاسس؟ ومين حاسس ان السنين الاخيرة طارت منه في غمضة عين؟ مستني اعرف حكاويكم في الكومنتات. وبكده خلصت حلقتنا، ما تنساش تتابع صفحتنا علشان يوصلك كل افادة ليك. سلام.